أهلا بكم في حلقة جديدة. أنا أحمد حسين من قناة لايف كرتون. اليوم سأتكلم عن أسرع 10 شخصيات كرتون. في المرتبة العاشرة سبيدي جونز، فأر المكسيكي الذي يدعونها أهل المكسيك بالفأر الصغير، ودائما تكون مشاجرته مع شخصيتين هما سيلفستر القط ودافيدا البطل. معنا في المرتبة التاسعة تيربو من فيلم تيربو فيش، وهو حلزون يعشق السباق، ولقد ارتطم بسيارة فاختلط دمه بالنيتروجين وأصبح لديه سرعة فائقة، وحقق أفضل أحلامه هو الفوز بالسباق الأندي 500. معنا في المرتبة الثامنة إكسلريت، أحد تحولات بين 10، ذلك الفتى الذي يمتلك ساعة تدعى الأم تريك. لدينا في المركز السابع داش في فيلم الأبطال الخارقين، هو ابن أحد الأبطال ولديه من العمر 10 سنوات، ويمتلك سرعة فائقة ويركض ركضا سريعا ورهيبا. في المرتبة السادسة فتيات القوة. فتيات القوة هم 3 فتيات اخترعهما البروفيسور نيوتونيوم من 3 مكونات هم سكر، بهار، وكل ما هو لطيف أو لذيذ، ولكنه بالخطأ اصطدم بالمحلول الكيميائي إكس، مما أضاف لفتيات القوة الحياة والقوة الخارقة. لدينا في المركز الخامس سونيك، هو عبارة عن قنفذ سريع جدا لونه أزرق من مسلسل سونيك. دور أحداث المسلسل بين دكتور إيجمان وسونيك الذين دمرا كوكبهما بعد انفجار وجاء إلى الأرض، وهنا تبدأ المغامرة. معنا في المرتبة الرابعة رودراما، تلك النعامة من لوني توز التي تنجح من الفرار والخدع التي ينصبها له والكيوتي، ولكنه بذكاء يستطيع الفرار منها كالعادة. معنا في المركز الثالث ويج سيلفر، وأحد أشرار السرعة التي ظهرت مؤخرا في القصص المصورة، ما يميزه امتلاكه لسرعة رهيبة يمكنه من التنقل من مكان إلى آخر في لمح البصر ومن دون أن يلاحظه أحد. معنا في المركز الثاني سوبرمان رجل الكريبتون الذي هبط على الأرض وهو رضيع، وهو يلقب بالرجل الفولاذي. في المركز الأول فلاش، هو أسرع رجل في العالم ولديه القدرة على الركض والتنقل بسرعة، ولديه طاقة تفوق طاقة البشر، فهو يتحدى جميع قوانين الفيزياء مثل السفر عبر الزمن في معظم أفلامه، ويعتمد على السرعة في محاربة الأشرار. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الإشعارات والضغط على لايك، وإخباري برأيكم عن هذا الفيديو في كومنت.